أهلا بكم. على هامش الجدل الذي يثيره قانون الإضراب بالغرفة الثانية، عقد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس كوري مساء اليوم سلسلة لقاءات في الرباط مع المركزية النقابية الممثلة بمجلس المستشارين. اللقاءات المنعقدة في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي خصصت لمناقشة مضامين هذا المشروع بهدف التوصل إلى توافق حول بنوده التي ينظر إليها كخطوة لتنظيم ممارسة الإضراب بما يضمن التوازن بين حقوق العمال واستمرارية الأنشطة الاقتصادية. مزيد من التفاصيل في روبورتاج محمد أبو بكر، يوسف لطفي ومصطفى السعدوني. عجلة الحوار الاجتماعي تعود إلى الدوران. ممثل النقابة الممثلة بمجلس المستشارين تناولوا الكلمة تباعا لتقديم الملاحظات. الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفي لقائه بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات اعتبر الاتحاد أن المشروع يجب أن يراعي ثقافة العلاقة المهنية المغربية وما ركمته من تجربة على مر السنين. واليوم قد قدمنا تعديلات جوهرية تمس في العمق حق الدستوري أو تكريس الحق الدستوري لممارسة الإضراب وفق الكيفيات والشروط المحددة، حيث لا زلنا نطالب بحذف الفصل 288 من القانون الجنائي، ولا زلنا نرفض تجريم احتلال أماكن العمل، ولا زلنا نرفض العقوبات التي تقض مضاجع الطبقة الشغيرة المغربية. وبدورها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتبرت أن المشروع في صيغته الحالية يتضمن تعديلات شكلية. الكونفدرالية دعت لاحترام المواثيق الدولية في إعداد مشروع قانون الإضراب. الحوار حول قانون الإضراب يجب أن يكون بمضمون تفاوضي وأن يأخذ الوقت اللازم قبل الحسم فيه في مجلس المستشارين، ومن بعد طبعا الوصول إلى التوافق. واكيد بانه ما يمكن نوصلوا للتوافق الا من خلال تفاوض جدي. السيد الوزير طبعا استمع بامعان المطالب ديالنا، وغادي نشوفوا يعني التجاوب معها في المستقبل. وفي لقاء آخر، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باشر في تقديم ملاحظاته وتقييم المشروع أمام يونس السكوري. الاتحاد دعا إلى ضرورة ضمان التوازن في المشروع. هذا المشروع نريد أن يمارس في أجواء من الثقة وفي أجواء من الشفافية وفي أجواء من الوضوح تبذل فيه الحكومة وتبذل فيه المقاولات وتبذل فيه النقابات المركزيات النقابية من أجل الخروج بمشروع يعني متوافق عليه. وفي أجواء من النقاش قدمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل تصورها أمام يونس السكوري بشأن مشروع قانون الإضراب. الفيدرالية دعت إلى احترام مؤسسة الحوار الاجتماعي وإخراج قانون يرضي تطلعات مختلف الشركاء الاجتماعيين. النقاش لا زال مستمرا، ونؤكد أيضا على أننا في الطرح ديالنا داخل الفيدرالية نزاوج بين القانون تنظيم الإضراب وما بين قانون النقابات الذي نعتبره قانونا مكملا في سياق تأطير المشهد النقابي، في سياق تقوية أدوار النقابات. وفي لقاء آخر جمع يونس السكوري بالاتحاد العام لمقاولة المغرب تمحورت النقاشات حول كيفية تنظيم الحق في الإضراب بما يحفظ مصالح الطرفين ويضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية دون المساس بحقوق الشاغلة في القطاع الخاص. هو قانون مهم جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني والمقاولات المغربية والوطنية، واللي مهم بالنسبة للمستثمرين، لا المغاربة ولا المستثمرين الأجانب، لأنه كينظم التعامل ما بين الشغيلة والممثلين ديالها وكذلك أرباب العمل والمسؤولين على المقاولات. الاتحاد المغربي للشغل لم يسجل حضوره في الاجتماع في وقت تعتبر فيه النقابة هذه الجولة فرصة للتشاور حول بنود المشروع لضمان التوافق بين جميع الأطراف. نتابع بهذا الخصوص مقتطفا من تصريح يونس كوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. رسالة اللي وجهناها اليوم للشركاء ديالنا الاجتماعيين كلهم هو أن الحكومة مستعدة على أنه هذا النص اللي خرج من مجلس النواب حتى هو نوضعوا عليه تعديلات بما فيها تعديلات جوهرية، لا لشيء إلا لأننا مؤمنين على أن هذا القانون هذا باش ينجح راه خصو يكون في مستوى المغرب ديال القرن ال21، وخصو يحمي المضربين أكثر،
وخصو ما يكبلش حق الاضراب، ولكن خصو كذلك يحمي حريه العمل، وخصو كذلك يحمي المجتمع باش السير العادي للمجتمع خصو يكون يعني غادي في واحد الاطار واضح. اذا هادو هما الرسائل اللي وجهنا رساله صدق على اننا في الحكومه نريد ان نعمل مع الشركاء الاجتماعيين باش هذا القانون يكون في احسن حله باش نستجبوا للتطلعات ديال المواطنات والمواطنين ديالها وفق ما جاء في الخطابات او الخطب ديال سيدنا الله ينصرو. والمزيد من المعطيات حول هذا الموضوع يحضر معي في بلاطو المسائية المحلل الاقتصادي علي الغنبوري. أستاذ علي مرحبا بك. مرحبا. شكرا.